بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عزومة حلوة جدا جدا، عزومة بقى على اكلات المذبح. يا رب الفيديو يعجبكم. وطبعا الاكلات دي بناكلها بتتاكل في المصامت بره، بتكون غالية جدا جدا. هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا وبطعم ممتاز. هنعمل كوارع ولحمة راس وممبار. تمام كده. طبعا احنا معانا الكوارع غاسلينها ومنضفينها كويس جدا جدا ونقعينها بليمون وملح ومظبطينها. ومعانا كمان لحمة الراس غاسلينها كويس جدا وشطفينها كذا مرة، وطبعا حاطين عليها ليمون وملح. ودي طبعا معايا لحمة بلدي عشان ولادي ما بيحبوش لحمة الراس والكوارع، فطلعت لهم كده ايه نص كيلو لحمة بلدي. وهنا كمان الممبار ده ممبار بلدي يا جماعة، جميل جدا جدا. جايبه الحاجات دي في البشتريات، لو عايزين تعرفوا السعر بتاعها ادخلوا على القناة واكتبوا المشتريات عيد الأضحى المبارك، هتعجبكم خالص خالص. بصوا نضيف ومنضفاه سهل جدا جدا في التنظيف، طريقة روعة روعة. وكمان أنا منضفاه في القناة، هيعجبكم خالص. أبيض زي الشمعة ونضيف خالص. هنعمل بقى، تعالوا بقى نشوف الست المصرية لما تعمل عزومة في عيد الأضحى طبعا هتبهر الجميع. ما هنا حطيت حلتين على النار عشان طبعا هسلق الكوارع وهسلق لحمة الراس. تمام. في كل حلة بحط فيها زي بعض بالظبط طماطم وبصل، واحط طبعا البهارات بتاعة الصحيح اللي هو ورق اللورا والحبهان والمستكة والكباب الصيني، وهحط كمان قرفة خشب، واحط كمان رشة من الفلفل الاسود ورشة من البهارات المشكلة، مش هكتر يعني. ويا ريت يكون الفلفل الاسود بتاعك حصى عشان ما يغمقش لون الشوربة، بس انا هحط كمية صغيرة جدا. هوريكم كمان لون الشوربة في الاخر. كده حطيت كده البهارات بتاعتي والطماطم والبصل كده. عايزه تقطعيه مكعبات صغيره براحتك، عايزه تحطي مكعبات كبيره كده براحتك. طبعا احطهم على النار لغايه لما يغلوا، وهغسلهم كويس جدا وهحطهم طبعا مع الممبار. انا بعمل طول عمري بعمل الممبار بالخلطه الني في ني، بس انا عملته مره بالصدفه، كان تسبيكه نصها متسبك والنص التاني كان ني. من ساعتها مش قادرة انسى الطعم بتاعه، خطير خطير خطير. يعني هاتي كمية الطماطم انت بتحطيها على الممبار، سبكي نصها بشوية زيت من غير بصل خالص، والنص التاني حطيه ني زي ما انتم شايفين كده. فانا عندي طماطم مسبكة وطماطم نية. تمام كده. وحطيت البهارات بتاعتي: كمون، فلفل اسود، كزبرة، رشة قرفة ورشة جنزبيل. وحطينا كمان الخضار شبت وبقدونس وكزبرة. وحط كمان شوية زيت وحط شوية بابريكا. ظبطي الخلطة بتاعتك، هتحصلي على ممبار طعمه تحفة. بس بالله عليكم جربوه بالطريقة ديت كده، وارجعوا اكتبوا لي في الكومنتات. حطوا نص الطماطم مسبك لوحده من غير بصل خالص كده، والنص التاني حطيه ني في ني. او لو عندك صلصة معلبة تقدري تحطيها على الطماطم اللي هي الفريش. قلبت كويس جدا جدا كده لغاية لما كل الحاجات جلست مع بعضيها واختلطت كويس جدا. ودلوقتي هبدأ احشي الممبار. طبعا هحشي معاكم الاتنين ده وانا واقفة، وبعد كده احط كل حاجة كده على الارض واحط كرسي كده، واقعد احشي المحشي بتاعي او الممبار بتاعي. بمسك كده الممبار بالصابعين كده وبفتحه كده زي ما انتم شايفين، وبدخل الرز جواه بكل سهولة. الطريقة ديت احسن طريقة، ولا تقولي بقى قمع ولا تقولي لي مش عارفة ايه، هو الطريقة ديت افضل طريقة لحشو الممبار وما بتاخدش وقت خالص في الحشاية. اهو كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. عايز اقول لكم ان الخلطة كان ريحتها حلوة جدا جدا. اهو ما شاء الله. ما تمليش الممبار جامد عشان مش يفرقع منك. حطيه كده بحيث ان هو يكون مهوي كده ويبصوا مش مليان مش مكبوس. احشي كمان واحد. بصوا فيه دهون من جوه، عشان كده انا ما كترتش زيت، انا حطيت بس زيت قليل علشان خاطر الرز يكون مفلفل كده والرز ما يلزقش في بعضه، فلازم تحط شويه زيت دول. هبدا بقى احشي الممبار بتاعي بكل سهوله. اعتقد كده مفيش حد بيكره الممبار. الممبار اكله كده شعبيه كل الناس بتحبها، وانا الصراحه من الناس اللي بعشقها من الناس اللي بتعشق الممبار. لو وصلتوا لعند هنا في الفيديو اضغطوا لايك وحطوا كومنت حلو زيكم. هحشي بقى كل كمية الممبار بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي لغاية لما اخلص كل الكمية. ده تقريبا كيلو ونص، يعني ما بين كيلو وربع وكيلو ونص. اهو دلوقتي بقى كده حشيته كده زي ما انتم شايفين، ومعايا المية بتاعتي حطيت فيها ورق لورا وفلفل اسود وشوية بهارات مشكلة
وحبهان وكبابه صيني. مش هحط بصل ولا هحط طماطم لان الخلطه بتاعتي مليانه او الممبار مليان بصل وطماطم، فهنزل منهم في الشوربه. عايزه تضيفي بصلايه وطماطميه براحتك خالص، بس انا ما ضفتش الصراحه لان انا كده كده اصلا شوربه الممبار مش بنشربها، بنرميها. تمام. في ناس بتحبها براحتهم، لكن شوربه الممبار بالذات انا ما بشربهاش، مع العلم ان انا منضفه الممبار كويس جدا جدا، وانتوا شايفين في اول الفيديو كان ابيض زي الشمع كده. طبعا الممبار بتاعي استوى. بتعرفي ان هو استوى ازاي؟ بتطلعي واحده كده على الطبق كده ولا حاجه وبتضغطي عليها بايديكي. لو لقيتي ايديك بتضغط بكل سهوله يبقى كده خلاص الممبار بتاعنا ايه استوى. طبعا اول ما يستوي هتطلعيه من الشوربه على طول. طبعا عملت انا رز بشعريه جنب الاكل ده، حابه تعملي رز ابيض وتسقيه بالشوربه بتاعتك براحتك، لكن احنا بنحب الفته برز بشعريه. دلوقتي هنعمل الدمعه بتاعت لحمه الروس والكوارع. يا جماعه الكوارع مش بتتحمر، الكوارع مش بتتحمر، الكوارع لما بتتحمر بتنشف وبتبقى مجلده. ما حدش يحمر الكوارع. الكوارع يا اما تنحط في صلصه كده او تنحط في دمعه. احنا بنحبها في دمعه. انا طبعا كنت عامله راس توم كبيره، حمرتها كده لغايه لما اخدت اللون الوردي، ونزلت كده زي ما انتم شايفين نزلت طبعا بكميه الطماطم بتاعتي كده، بس اخدت قبل ما احط الطماطم معلقه توم كبيره عشان احطها على الصلصه على الفته بتاعت الرقاق. تمام كده. طبعا حطيتها كده حطيت الكوارع بتاعتي، وحطيت شويه من شوربه الكوارع، وظبطت كده الملح والبهارات، وسيبها تغلي غلوتين، وهسيبها تغلي طبعا غلوتين، وبعد كده هفصل عليها النار تماما. تمام كده. نفس الطريقه لحمه الراس اهيا. طبعا الدمعه عملتها كتير، خدت نصها للكوارع ونصها لحمه الراس، بس زودت الدمعه بتاعه الكوارع بشوربه الكوارع، وزودت الدمعه بتاعه لحمه الراس بشوربه بتاعه لحمه الراس. تمام كده، عشان ما نخلطش الاطعمه ببعضيها. دلوقتي انا طبعا بحمر الممبار. كنا طبعا حاملين كل حاجه على عين كده عشان الاكل كله يطلع ساخن، وفي نفس الوقت طبعا الجو حر ما بيلحقش يبرد يعني. معايا هنا رقاق. هنعمل بقى فتة كوارع اللي هي فتة بالرقاق مش بالعيش المحمص. انتوا براحتكم، حابين تجيبوا عيش وتكسروه او تقطعوه وبعد كده تحمروه في زبدة او في زيت براحتكم خالص، لكن احنا بنحبه بالطريقة دي. حمرنا الممبار، بصوا كان طعمه خطير. وعملنا طبعا سلطة حراقة، وديت لحمة الراس. حابة تحطيها في دمعة ماشي، مش حابة تحطيها في دمعة حمريها كده بسمنة بلدي وحط عليها ملح مبهر، بتكون جميلة خالص. ودي الدمعة بتاعتنا والسلطة والشوربة وكمان الفتة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لي لايك وكومنت حلو زيكم. مع السلامة.